اظن حرام علينا لما نبقى دافعين دم قلبنا عشان نطلع نعمل عمره ودبين مشوار، ومش هين علينا نقعد نص ساعه نذاكر هنعمل ايه هناك وهنقول ايه، فنروح هناك نعمل حاجه من مبطلات العمره فنبوظ كل اللي احنا عملنا. دي غباوه انا ما بحبهاش، اسفه على الانفعال بس عشان شفت ناس بيعملوا حاجات كتير جدا من مبطلات العمره. سيف بقى الفيديو ده عندك، ده اعتبره المراجعه النهائيه قبل كل عمره ان شاء الله. هنبدا من الاول خالص. انت في بيتك في بلدك هتعمل ايه؟ هتنضف. اول حاجه انت رايح اطهر مكان على الارض، انضف لو سمحت داخليا وخارجيا. عارفه المطالب صعب. داخليا يعني لو عمال تنقل كلام ومخلي اتنين ماسكين في شعور بعض، روح صالحهم على بعض. ماسكه صاحبتك مقطعه فروتها، روح اعتذر لها. عمال تنقل لمديرك اشاعات على اصحابك عشان يترفدوا وانت تترقى، اتقي الله. حسب الله ونعم الوكيل فيه. ننضف خارجيا بقى، استحموا الشعر الزياده، قصوا ضوافركم، خدوا شاور محترم. وبعدين الرجاله تتعطر على جسمها، وبعدين البس الاحرام. اياك تحط معطر على الاحرام لان ده من مبطلات العمر. نفهم الكلام. طب مش عايز تلبس الاحرام من بيتك، عايز تلبسه في المطار، اتس اوكي عادي، احنا لسه ما احرمناش، احنا كل ده استعدادا للاحرام. والست تلبس هدومها عادي، وبرده مفيش برفيوم ماسك الكلام، روايح نو. بعد ما تاخد الشاور صلي ركعتين. ركبنا الطياره هنقول دعاء السفر، وانتوا في الطياره هيقول لك احنا الان فوق الميقات. اول ما يقول لك الكلمه دي يبقى انت هتحرم دلوقتي. هتقول ايه؟ لبيك اللهم عمره لنفسي او لفلان او لعلان. بس تعمل لنفسك الاول لو عمرك ما عملت. لا رياء فيها ولا سمعه. ركز في اللي جايه دي. فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. دي مهمه لازم تقولها عشان اذا لا قدر الله حصل اي ظرف خلاك ما تعرفش تكمل العمره فما يبقاش عليك حاجه. تقعد بقى لحد ما توصل الحرم تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد. وانت بتعبت اقرا قران او الاذكار، ادعي. هتتكلم في حاجه اتكلم عادي بس الجدال ممنوع. اول ما تدخل مكه هتقول اللهم اجعلها لنا قرارا وارزقنا فيها حلالا. وصلنا. لما بتخش من اي بوابه من بوابات الحرم مش بتشوف الكعبه على طول، يعني بتمشي حته، وساعات من الفرحة بتنسى دعاء دخول المسجد. ده مهم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وبعدين هتشوف الكعبة قدامك. أول ما عينيك تقع على الكعبة ليك دعوة مستجابة. حضر بقى دعوتك. ويقول لك إيه برضو، يعني أنت ممكن تدعي الدعوة دي اللهم اجعل دعائي مستجاب، فكل اللي تدعيه بعد كده في العمرة بقى يستجاب. يعني اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. اللهم أنت السلام ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام. وهنبدأ هنروح عند الحجر الأسود. سيدنا محمد كان بيستلمه بإيده بيقبله. صعب طبعا إن أنت كل شوط تعرف تلمس الحجر الأسود. بيبقى الركن اللي عليه كده إيه، حتت كده صفرة وهو تحت الحجر الأسود. بتشاور على الحجر الأسود كده وبتقول بسم الله الله أكبر بإيديك اليمين. أنت كده بدأت الشوط الأول. ادعي. ونصيحة اكتب نقط كده لو مش عايز تقرأ من حاجة، لأن الكلام اللي بيطلع من القلب بيبقى أحلى من اللي بتقراه. بس الواحد من هيبة الموقف بينسى بجد والله، بيجيله شلل في خلايا مخه، فلازم تبقى كاتب نقط تفكرك. هتفضل تدعي تدعي لحد ما توصل عند الحجر اليمني اللي هو بيبقى عليه كله شريطه صفرة كده. ده الركن اللي قبل الحجر الاسود على طول. اول ما نوصل عنده هنبدا نقول اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وهنفضل نكررها لحد ما نوصل للحجر الاسود. هو الوش ده بس حته صغيره. وصلنا عند الحجر الاسود كده احنا خلصنا شوط. هنشاور على الحجر الاسود بسم الله الله اكبر. كده بدانا الشوط الثاني. واهم حاجه انك تعد كويس، لان انت لو اتلخبطت هتحسب على الاقل زي الصلاه، انت في الركعه الثانيه ولا الثالثه اتلخبطت فبتحسب انها 2، وهكذا لحد ما تخلص 7 اشواط. وبعدين هتروح ورا مقام سيدنا ابراهيم، يعني تبقى الكعبه كده مقام سيدنا ابراهيم كده وانت واقف وراها بتصلي. هتصلي ركعتين. الركعه الاولى بقول يا ايها الكافرون، والركعه الثانيه بقول هو الله احد. بسيطه. سيدنا محمد كان بعد ما بيصلي الركعتين دول بيروح تاني يستلم الحجر الاسود ويقبله. فانت بعد ما تصلي ركعتين روح عند الحجر الاسود تاني قول بسم الله الله اكبر. كده انت خلصت الطواف. هتروح بقى تشرب شويه ميه زمزم. لما تشرب ميه زمزم هتسمي وتشرب بق الحمد لله، تسمي تشرب 3 مرات. وبعدين هتقول اللهم ارزقني علما نافعا ورزقا واسعا وجسدا بلا داء. وادعي بقى باي حاجه تانية انت عايزها. وبعدين هتروح على السعي الصفا والمروه. بتبدا من الصفا، هتقف عند جبل الصفا ووشك للكعبه وشك للقبله، وهتقول الايه بسم الله الرحمن الرحيم ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن
تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. من الصفا للمروة شوط، ومن المروة للصفا شوط، يعني 1 2 3 4 كده، مش رايح جاي واحد. لا، دي ميزة المذاكرة بقى، لأن في ناس بتروح تتعب نفسها بغباوتها. واقعد ادعي براحتك لحد ما هتوصل لحته كده حاطين فيها لونه بخضره، من اول الحته دي لاخرها الرجاله بتجري والستات تمشي بالراحه، وبعدين الراجل يا ريت يستنى مراته او امه او ايا كان بعد الجري عشان يكملوا مع بعض، لان الاماكن دي مفيش فيها اي فرصه للنداله، هنتوه. اللهم اني بلغت. طب الحته دي بنجري فيها ليه؟ لان ستنا هاجر لما كانت بتدور على ميه لسيدنا اسماعيل وكانت رايحه جايه ما بين الصفا والمروه، كانت بتيجي في الحته دي كانت بتهرول فيها بتجري فيها، بس هي كانت لوحدها في الصحراء. لكن دلوقتي احنا بنبقى ستات ورجاله، فما ينفعش الستات تجري في الحته دي، فالرجاله هي اللي بتهرول. الحته دي بنقول فيها رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا اعلم انك انت الله الاعز الاجل الاكرم. وتعيدها لحد ما تخلص الحته دي. وصلت عند المروه هتقول الايه تاني وتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، وبعدين تبدا الشوط الثاني وهكذا لحد ما تخلص ال7 اشواط. كده انت خلصت العمره، بس ما فكتش الاحرام. اخر خطوه الشعر. الرجاله بيحلقوا شعرهم كله خالص، يا اما بيقصروه كله مش حته، والستات بتقص حته صغيره قد كده. كده مبروك عليك، عملت عمرتك وان شاء الله اتغفر لك كل ذنوبك. بعد ما عملنا العمره فادي قال جمله بهزار كده، بس حسيت ان ممكن يبقى في ناس بتفكر بهذه العقليه فعلا مش هزار. بقول له يا فادي انت كده المفروض ربنا غفر لك كل ذنوبك. قال هيا بنا لنفعل معاصي جديده. فاتمنى نفهم العمره صح. او معلومه صغيره ان ربنا بيغفر لك ذنوبك كلها اللي بينك وبينه، لكن حقوق العباد لا ما بتتغفرش. لو سارق فلوس من حد ما بتتغفرش، لو شاتم حد ما بتتغفرش، ولو كتبت لي في الكومنتات حاجه تضايقني مش هتتغفر. كده ناقص اخر واهم حاجه، وهي مبطلات العمره. من لحظه ما احرمت وقلت لبيك اللهم عمره، ايا كان بقى في الطياره ولا في مسجد السيده عائشه ولا المكان اللي انت هتحرم منه، من اللحظه دي بقى الرجاله ما ينفعش تلبس مخيط، يعني ما تبقاش لابس شراب كاب طاقيه اي حاجه تغطي دماغك، لا تجيلك ضربه شمس عادي. لكن احنا نلبس عادي، البسي اللي انت عايزاه حبيبه قلبي. الجدال ممنوع، الشتيمه والضرب ممنوع، الصيد. بص خليك انسان مسالم زاهد في الدنيا، مش همك حاجه. يعني لو انت بتطوف كده شفت جراده واقفه على قفا الراجل اللي قدامك ما تضربهاش، انت ساعتها تبقى صدت وضربت الراجل. احنا لسه قايلين الضرب ممنوع، مش وقت شوبينج، يعني ما تقعدش تشتري في حاجات وتعمل يا دوبك الاكل والشرب في فتره الاحرام لو حاجه ضروريه قوي. يعني الدم من مبطلات الاحرام، يعني انت قعدت تلعب في ضوافرك كده ونزل نقطه دم، خلاص كده روح احرم تاني بقى حبيبي، يلا اشوفك على خير. الشعر ما تقعدش تلعب في دقنك شعرك وتهرش وكده، لان لو شعرايه وقعت عن عمد منك يعني ان انت اللي عملت حاجه احرامك باظ برضه. ايه تاني يا ربي؟ العطر، عشان شفت ناس هناك عماله تتعطر فوق الاحرام، ده عبث. دي مبطلات الاحرام اللي انا فاكراها حاليا. لو في حاجه ناسياها بكتبها لكم في الكومنتس. واتمنى لكم عمره مقبوله. واللي حاسس ان الموضوع ده بعيد قوي، مفيش حد راح عمره وكان فاكر ان هو يقدر يروح، هي مش بالفلوس ولا باي حاجه، هي ربنا بيدعوك بتلاقي نفسك هناك. فاحنا في رمضان اهو، ادعوا كتير وما تنسونيش. السلام عليكم.